هو لو انت لقيت بنتك بتعمل حاجه غلط، ايه اللي ممكن تعمله معاها؟ تنصحها وخلاص كده ولا لا ممكن تقتلها مثلا؟ ايه يا عم مالك مستغرب ليه؟ ده في محافظات كتير جدا وبيوت كتير جدا بيحصل فيها جرائم قتل يوميا تحت مسمى جرائم الشرف. قضية الشرف، والجريمه دي مش بس بتطلعك زي الشعره من العجينه، دي كمان ممكن تعمل منك ذكر الذكوره في المجتمع المصري كله. انا ممكن اعمل عليك نمره، بس انا راجل نمرتي تقيله محملها. ابلع ريقك كده وافرد لي ظهرك وتعالى انا وانت نفكر لها. في مصر بتحصل جرائم قتل كل يوم تحت مسمى جرائم الشرف. عايز اقول لك ان انا كل لما اجي اصور الحلقه دي الاقي جريمه جديده بتحصل، فاقعد اقول اكتبها ولا ما اكتبهاش، وده من كتر جرائم الشرف اللي بتحصل كل يوم. بس النهارده تعالى اقول لك بقى على كام جريمه حصلت في حق الستات باسم الشرف. في شهر يناير سنه 2023 وفي الجيزه وتحديدا في منطقه الصف حصلت واحده من ابشع جرائم القتل في التاريخ، لما اتنين اخوات رجاله قتلوا اخواتهم الاتنين البنات بعد تعذيب استمر لمده اسبوع كامل. يا ترى بقى كل ده عشان خاطر ايه؟ عشان كانوا فاكرين ان اخواتهم البنات دول مشيهم مشي بطال وسيرتهم بقت على كل لسان. فهو بقى لما كان واقف في الشارع واقف على الناصيه مع اصحابه ولقى بصات الناس دي مش حلوه، فبدل ما ياخدوا رد فعل مع اي حد بيتكلم عن اخواتهم البنات اللي هم المفروض اقرب لهم من اي حد في الدنيا، قرروا انهم يقول لك لا، شكلي وتستوستيروني اهم من اي حاجه في الدنيا. وقالوا يا عم هو احنا لسه هنقعد نتكلم معاهم وندافع عنهم؟ احنا نقتلهم ونخلص. حد يقتل البنت دي؟ وهو كده الناس هتقول عليا راجل وقادر احمي شرفي. بس عارف ايه الغريب بقى في القصه دي؟ ان الاثنين القتله دول واحد سنه 43 سنه والتاني عمره 20 سنه بس، وعلى الرغم من ان هما الاثنين مختلفين في السن الا انهم اتفقوا على حاجه واحده بس، ومش حب الوطن، لا، اتفقوا على انهم يخلصوا من اخواتهم البنات. طب انت ممكن مثلا تقول يا عم انت ظالم الرجاله دي واكيد البنات دي مقضيها على حل شعرها، لكنك هتتصدم اكتر لما تعرف ان الاثنين بنات دول متجوزين اصلا. فلو انت فاكر ان الجريمه دي صعبه جدا، تعال اقول لك بقى على اصعب منها. وانت راكب العربيه كده، او لو انت زي حالتي بتركب ميكروباصات وطلعت الدائري ونزلت نزله البولاق ورجعت بالزمن لشهر 5 في سنه 2024، هتلاقي السكان كلها ملمومين حوالين باسكت زباله كبير جدا بعد ما لقوا اشلاء جثه بشريه مرميه جوه صندوق زباله تحت الكوبري. بس وبعد شويه تدوير من المباحث اكتشفوا ان اللي جوه الشوال دي بنت اسمها آية، واللي كانت متقطعه حتت صغيره. ولما رجال الامن عملوا شغلهم المظبوط عرفوا مين اللي عمل كده، وانه مثلا ما كانش واحد بيحاول يغتصبها او حتى بيحاول يسرقها او حتى واحد قتلها بدافع الحب. الصدمه لما تعرف ان اللي عمل الجريمه دي هو ابو آية نفسه. انا اسف الموضوع ممكن يكون صعب شويتين، وفكره ان اب ينهي حياه بنته دي فكره عبثيه جدا، ولكن لما تعرف السبب هتتصدم اكتر. لان الاب قتل بنته آية لمجرد انه شك في سلوكها لما سمعها مره بتكلم ناس غريبه في التليفون، غير كمان انها رجعت اكتر من مره البيت متاخر عن الساعه 10. فكل دي كانت اسباب كافيه جدا بالنسبه له انه يقتل بنته ويقطع جثتها بدم بارد تحت دافع اسمه الشرف. انتوا متخيلين الكارثه اللي احنا فيها؟ طب تخيل معايا ان في السنبلاوين في راجل مسك بنته اللي عندها 14 سنه قعد يعذب فيها ويضربها مده طويله جدا لمجرد بس انه سمع كلام ما عجبوش عن بنته. اقسم بالله اشيل لو جبت لك كل الجرائم اللي حصلت تحت مسمى جرائم الشرف الفيديو ده ممكن يوصل 3 ساعات. وطبعا هنا هيجي لي واحد بياكل تاني يقول لي طب يا عم ما الناس دي بتدافع عن شرفها وهي دي بقى الرجاله المظبوطه. انا لو شكيت في سلوك اختي هقتلها. برافو يالا برافو، انت كده بقيت ذكر وهيتقال عليك حامل هرمون التستوستيرون الاول في مصر. انت ازاي يا بقى انت مستهون بحياه البني ادمين كده؟ ثم شرف ايه يا جماعه اللي انتوا بتتكلموا عليه؟ معلش الشرف عمره ما كان انك لما تشك في مراتك او حتى تشوفها بتخونك تروح تقتلها. اما هم اخترعوا قضيه الطلاق والزنا ليه يا بني ادم؟ طب يا سيدي بنتك او اختك انت شاكك في سلوكها او حتى متاكد، بدل ما تقتلها اتبرى منها. تبقي فاجره ومعيوبه يا سيدي اقول لك اعمل لها عزا في الشارع عندكم وقول للناس كلها ان هي ماتت، مش لازم تاخد عزاها بجد يعني. انت عارف يا اللي فاكر ان الموضوع سهل وبسيط ده، مصر شكلها عامل ازاي بره قدام العالم؟ مش عارف طبعا. عايز شويه البطيخ. مصر يا فحل التستوستيرون الاول في سنه 2023 بقت المركز الثالث عربيا وال 24 عالميا في جرائم القتل. وجامعه عين شمس عملت دراسه بتقول فيها ان من ربع لثلث جرائم القتل اللي بتحصل في مصر بتكون جرائم عائليه. 70% من جرائم الشرف كانت رجاله قتلت زوجاتها، و20% من الاخوات الرجاله بيقتلوا اخواتهم البنات، و7% من الاباء بيقتلوا بناتهم. والمفجع بقى ان 3% من جرائم الشرف اللي بتحصل في مصر بتكون من ابناء قتلوا امهاتهم عشان شكوا في شرفهم. في حوالي 230 ست في مصر بيموتوا سنويا بسبب الشك في السلوك، و41 جريمه شرف بسبب الشك في نسب الطفل، مع ان في حاجه اسمها دي ان ايه. يعني في من 900 ل 2000 جريمه قتل بتحصل في مصر سنويا، وفي من 6 ل 5 ستات بيموتوا تقريبا يوميا بسبب جرائم الشرف. مشكلتنا كلها في الحياه بقت خلاص هي العضو التناسلي للمراه، لبسها، صورها، شعرها، اسمها، ضحكتها، كل دي دوافع لجرائم
جرائم الشرف. وللاسف القانون فيه فجوات مرعبه زي ما قالت الاستاذه المحاميه نهاد ابو القمصان عن العوار اللي موجود في المواد 17 و61. طيب معلش ولا مؤاخذه، يعني هو ليه ما فيش جرائم شرف للستات؟ يعني ليه الست ما يطبقش عليها مصطلح جرائم الشرف ده؟ يعني مثلا لو الست شافت جوزها في وضع مخل او وضع زنا ليها كامل الحق انها تقتله، ويبقى الحكم تأديبي كده، وممكن تاخد 5 سنين يتخففوا لسنه مع ايقاف التنفيذ او حتى البراءه. لا، لان الحقيقه بتقول ان الستات لو عملت اي جريمه قتل من اي نوع عقوبتها يا المؤبد يا الاعدام. طب يا عم انا عامل الفيديو ده ليه؟ عشان تعرف ان رغم ان الدوله بتحاول توقف كل الجرائم دي الا انها لسه موجوده وبتحصل وهتحصل طول ما هو ما فيش كنترول على الناس اللي بتغذي الناس العاديه بالافكار دي. وانت اكيد عارف انا قصدي مين. فوالنبي يا شيء لو انت شايف ان الحوادث دي جرائم فهم اصحابك وقول لهم يا اخوانا الشرف مش بين الرجلين، وحياه الانسان اهم من اي فكره بتسيطر عليك، وانت مش القصاص على الارض، ده ربنا غفور رحيم، اكيد انت مش احسن من ربنا يعني. بس كده يا سيدي، عايز تعمل لايك اعمل، مش عايز تعمل براحتك، عايز تكتب كومنت تشاركني برايك تحت فيه يا ريت، مش عايز يا باشا براحتك، عايز تعمل سبسكرايب او فولو يا باشا على راسي من فوق، مش عايز والله ما هتفرق عادي. لكن دلوقتي تشاو يا شقيق. بالله ما يجوز قتلها لأجل أنها زنت، وإنما تجلد 100 جلدة.